السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 4 حاجات لو عملتهم تطلع بره دايره الخساره اللي الناس كلها فيها. لما كنتش تعرف ان كل الناس خسرانه في الدنيا دي، احب اقول لك معلش، اعمل لايك وشير وكومنت وتعال اقول لك هتفرج ازاي. ازيك يا قمر، عامل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى في سوره العصر بيقول لي ويقول لك كده بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بص يا قمر، القصة كلها في الآتي: إن كل الناس في الأرض دي خسرانة لو ما عملوش ال4 حاجات دول. وخلي بالك إن ربنا سبحانه وتعالى قال له ومعناها إن كل حاجة جاية مع بعض. يعني ما ينفعش أعمل واحدة وأسيب الباقي، ولا أعمل 2 وأسيب الباقي، ولا أعمل 3 وأسيب الباقي. لازم أعمل 4. حلو جدا. إيه هم ال4 محمود؟ أول حاجة خالص زي ما أنت سمعت، إلا الذين آمنوا، يعني مؤمن يعني بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. مؤمن بالله وكل حاجة ربنا سبحانه وتعالى حطها. حلو جدا. بس الإيمان لوحده ما ينفعش، لازم أكون بعمل الصالحات، لازم أكون بعمل كويس. اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزه مني أعمله، واللي مش عايزه مني ما أعملوش. حلو جدا. بس كده؟ لا، اقف هنا وتعالى في اللي جايه، عشان اللي جايه هي اللي محتاجه مني ومنك مجهود. قال لك وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق يعني فضلوا يوصوا بعض بالحق كتير، مش مره واحده بس. يعني انا محتاج اتكلم عن الحق كتير، عن الصح كتير، نعمل ايه وما نعملش ايه. بس خلي بالك ان في فهم دقيق شويه عن الحق. من اسماء الله سبحانه وتعالى الحق. فلو انا هتواصى بالحق فمحتاج اتكلم عن ربنا كتير، ما اعظمش غيره في قلبي. رابع حاجة يا محمود بسرعة، قال لك وتواصوا بالصبر. يعني انا وانا بتكلم عن ربنا وانا عارف، هتلاقي واحد ما يعرفش يقول لي وانت بتقول ايه، اصبر عليه. طب لو انا مش عارف، هيجي حد يكلمني، اقف اصبر اسمع منه، يمكن ايماني يزيد بربنا سبحانه وتعالى. فهم دول ال4 حاجات اللي انا لو عملتهم اطلع بره دايره الخساره، ولازم اعملهم كلهم مع بعض. معنى كده ان انا وانت محتاجين نتكلم عن ربنا. وعشان تبقى اتكلمت عن ربنا، لو ما اتكلمش عن ربنا النهارده صدقني ودي الفيديو ده لكل الناس اللي حواليك، اجرك عظيم ولن تتخيل. انا بحبك في الله. اعمل سيرش على الهاشتاج معلش هتفرج، هتلاقيني في كل حته. انا بحبك في الله. سلام يا قمر.